بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد امين. حكايتنا النهارده مع رحلة الصيام الكبير، وبتبدأ بحد الرفاع اللي هي استعداد المؤمن للصلاة والصوم من بداية الصيام، وانه داخل على مرحلة كلها ايمان ومحبة وحضور صلوات وقداسات في الكنيسة. والحد الأول هو حد الكنوز اللي فيه المسيح بيقول: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد منه السوس ولا صدى ولا ينقب سارق أو سارقون. وطول فترة الصيام الكبير الكنيسة دايما تقول: طوبى للرحمة على المساكين، لأن المسيح بيرحمهم في يوم الدين، يحل بروح قدسه عليهم. وبينصحنا المسيح ان ما نهتمش باللبس او بالاكل او بالمأكولات، لكن نهتم بالروحانيات اللي توصل للسماء وطبعا لملكوت السماوات. انجيل العشية بيتكلم عن ايمان المؤمنين ويحثهم على الصلاة. انجيل باكر بيقول لهم ان اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، كلها بعد كده تزداد لكم. والحد التاني حد التجربة، وكان المسيح نفسه مجرب من ابليس تجارب 3: شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. وعليه انتصر السيد المسيح في التجارب كلها، مش بقوة اللاهوت بس، لكن قال اللي هو مكتوب في الإنجيل. وكان في كل مرة يرد على الشيطان يقوله: مكتوب لرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وحسب قول بولس الرسول اللي جرب المسيح ان هو تألم ومجرب، قادر يعين كل المجربين في كل تجربة. وإنجيل القداس بيعلمنا نصرة المسيح على الشيطان في كل التجارب بكلمة مكتوب اللي وجهها له في كل تجربة. والحد التالت حد الابن الضال، اللي لما سمع كلام نفسه وقطع نفسه ضاع كتير وتعب أكتر، وعاش حياة الجوع والذل والعري والجوع والغربة. ولما رجع لنفسه تاب ورجع لأبوه بتوبة صادقة، وفعلا كان راجع نادم واعترف أمام أبوه بخطيته، فقبله أبوه وعمل وليمة كبيرة ليه. بيعلمنا الإنجيل إن كمان الأب السماوي بيفرح بواحد يتوب أكتر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. وبيبقى فرح كبير قوي بين الملايكة في السماء على إن الواحد ده تاب. ودايما انجيل القداس بيتكلم عن قبول الاب لابنه برغم اللي عمله كله، وقدم له فرح كبير ووليمة اكبر. وبيقول بولس الرسول: اليوم يوم مقبول ويوم خلاص لاني اعنتك. والحد الرابع عن السامرية، وانجيل القداس فيه بيتكلم عن قوة الانجيل في عدم اتباع شهوات الجسد، وان الشيطان دايما بيحاول يسقطنا فيها ويحسنا على طلب الملكوت بعيد عن الأمور الجسدية. وبيكلمنا على العرس المستحقين اللي دخلوا مع المسيح للملكوت، وعن الماء الحي اللي بيروي العطشان للبر، والسجود لله بالروح والحق، لأن ربنا طالب الساجدين ليه في النوعية دي. والحد الخامس بيتكلم عن أحد المخلع، وبيتكلم فيه الإنجيل عن إنصاف المظلومين وسماعه لصراخهم، وإعطاء الملكوت للمثمرين المطيعين لكلام الله. والمخلع كان بقاله 38 سنة ما بيتحركش، لكن إطاعته لله وإنه مستنيه طول الوقت دوت ربنا نفذ له الإيمان لما سمع كلام الله، وربنا بالفعل شفاه. وبيعلن الإنجيل قبول التائب وشفائه برغم عدد السنين، وأمين غفران خطاياه. والحد السادس حد التناصير، وبرضه الإنجيل بيسميه حد الاستنارة، وهو اتسمى بحد التناصير لأن كل المؤمنين بتعمد اللي داخلين في الإيمان. وفيه نال المولود أعمى الاستنارة من إيد الرب نفسه. وهنا الاستنارة في الإنجيل بتدل على دخول المؤمنين من الباب الضيق، باب سلوك وصايا الله، وجحد الشيطان ولبس الإنسان الجديد من نور المسيح. زي ما قال المولود أعمى: كنت أعمى والآن أبصر. وده بيتكلم عن حنان الله على أعمى بيت صيدا، وشفى عينيه وردله بصره.
والحد السابع حد الشعنين أو حد الزعف، وهو بيدخل من ضمن أسبوع الآلام، وفيه هو دخول المسيح أورشليم وفرش الناس لهدومهم والزعف قدام عشان يقدر يغطي عليهم، وكل المدينة تفرح بدخول المسيح أورشليم. وبعدين يبدأ بقى أسبوع الآلام وبعديه العيد، ويبقى أيام مباركة وأيام صالحة. وأتمنى لكم صوم مبارك عليكم، وبركات الصيام تحل كل البيوت وتمنع كل المشاكل. واذكرونا دايما في صلواتكم، ما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، دايما يفرح قلبكم بكل غالي، ودايما بصلوات القديسين تكونوا مبسوطين وفرحانين، وربنا يبعد عنكم كل شيء مش محبوب، لكن كل شيء مبارك يكون ليكم بقوة القديسين. امين. وما تنسونوش طبعا في الاشتراك من ايديكم الحلوة، واتمنى لكم كل سعادة وكل محبة من رب يسوع.